كرسي الاعتراف. كرسي الاعتراف برنامج يعده ويقدمه لكم مراد كامل. ولقاء ميكروفون كرسي الاعتراف اليوم مع الفنان استيفان روستي. في الواقع اول ما التقينا بيه طلب مننا مهلة 5 دقايق عشان يستجمع فيها ذكرياته. ادينا له المهلة وبعدين ادلى لنا بالاعتراف ده. الحادث هو من عهد التلمذة، مدرسة فلسطين. كنت عوقبت بعقوبة عيش حاف، فعملت حسابي اني هجوع بقية الحصص، فبعت الفراش يجيب لي علبة سردين. كلتها وحطيت العلبة الفاضية تحت التختة. تصادف يوميها زيارة رسمية من سعد باشا زغلول وزير المعارف في ذلك الوقت، والمستر دنلوب المفتش بتاع المعارف، وفضل يقرب يقرب يقرب. انا كنت واخد اخر تختة لغاية ما جه عندي ووطى وطلع علبة السردين. قال لي وات از ذات؟ قلت له a box of sardines. قال لي why؟ قلت له I was hungry and I sent to eat it. قال لي امتى اكلتها؟ وهنا بقى ارتكبت الجريمة بتاعتي. انا اكلتها في حصة الرسم بتاع الراجل الطيب الاستاذ عبد الهادي بتاع الرسم، لكن انا كان بيني وبين مدرس الانجليزي ما فعل الحداد، فقلت له في حصة الانجليزي اكلت السردين ده بس. وبخ المدرس ونقل الى الصعيد، وانا اسف حتى اليوم للجريمة بتاعتي، وان كان سمعني يسامحني. ادي الحكاية.